السلام عليكم. مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص العالم الآخر، عالم الجن. القصة اليوم كيعاودها محمد من مدينة الحاجب. تيقول محمد أن هذه القصة هذه طرات لي في سنة 2018. تيقول بأنه كان كيمشي في العطلة عند جداه في مدينة الحاجب في واحد المنطقة تما في العروبية، هو والأخ ديالو هما من دارهم. تيقول السي محمد بأنه دائما كيمشي في العطلة عند جداه، تيجلس معها تيدوز مع العطلة. تيقول في سنة 2018 كان في عمره تقريبا 20 حتى 21 سنة، كيمشي هو والأخ ديالو اللي هو صغير منه في عمره 15 سنة. كيقول تيمشيو للواد تيعومو تيدورو تيصيدو. المهم تيقول تيدورو في وسط الواد، تيدورو في الويدان في ديك المنطقة. تيقول واحد النهار هو والاخ ديالو كيخرجوا تقريبا مع 10 الصباح وكيمشيو كيدورو في الويدان في ديك المنطقة. تيقول بأنه هو والأخ ديالو مشاو لبزاف البلايص لواحد البلاصة اللي هي بعيدة ما عمرهم ما مشاو ليها في هاد السنة ولا في هاد المرة هادي. تيقول محمد مشينا داك النهار تندورو حتى وصلنا لواحد البلاصة اللي هي بعيدة على الدار، في واحد الواد فيه الشجر، فيه بحال في جنبو بحال شي غابة، ماشي غابة وإنما تيقولوا فيه كيقولوا أنه ساحل فيه بزاف ديال القصاب وفيه الشجر في جنب الواد. تيقول دخلنا فيه تقريبا مع ديك 3 د العشية وبقينا جالسين. تيقول أنه هو خرجوا مع 10 الصباح ولكن بقاو كيدوروا في الويدان وتيتساراو مع 3 د العشية. وصلوا لديك البلاصة، ديك البلاصة خاوية من الناس وبعيدة على السكان. تيقول محمد بأنه منين وصلوا لديك البلاصة كيحسوا بأن ديك المنطقة ما كيجي لها حتى شي واحد، خاوية، واد راكد ومهدن، وهي الفراخ والحيوانات اللي تيهضروا وتيغوتوا، ما كاين الحس ديال الانسان ما تيدورش. حتى داك الواد بكثرة الناس ما تيمشيوليش، مهدن ومكالمي. تيقول محمد حيدت حوايجي ودخلت كنعوم في داك الواد اللي هو في الجناب ديالو الغابة من الضفة اللي حنا فيها ومن الضفة الأخرى حتى هي فيها الشجر وفيها القصب. بقيت كنعوم ومنين غطست وانا تنعوم واحد اللحظة التيار تيجرني واحد شوية، وانا والاخ ديالي لحقاش كنجيو مرارا وتكرارا العروبية معلمين كنعرفو نعومو، فجرني التيار واحد شوية وبقيت تنعوم باش نخرج. كنحس بشي حاجة كاينة في الماء كتقيسني، فانا خرجت بسرعة من الماء وطلعت ومشيت عند الاخ ديالي، قلت لي شي حاجة قاستني في وسط الماء. والاخ ديالي اللي هو في عمره تقريبا واحد 15 سنة قال لي شنو غادي يكون هنايا؟ الواد ما كاين حتى شي حاجة. احنا عارفين بان الودان ديال المغرب ما فيهمش شي تعابين كبار ولا فيهم مثلا تمساح ولا فيهم شي حاجة، ولكن داكشي اللي قاسني لمس بحال شي حوتة، ولكن ديك الحوتة هداكشي اللي قاسني تيقول محمد بأنه بحال شي صبعان متفرق، داكشي شي حاجة رطبة ولكن متفرقة. تيقول محمد ما تسوقتش وعاود غطست، ومنين غطست حسيت براسي انا تلاحيت في وسط الماء، كنحس براسي انني قصت شي حاجة في وسط الماء بيديا ملسة. خرجت ورجعت تنعوم عند الاخ ديالي وتنهضر معاه
وتنقول ليه بانني شي حاجه قصها عاد دابا من تزاوط. فهو قال لي قلب في ديك البلاصه يكون شي جدار ولا شي حاجه. بقيت تنقلب ما لقيت حتى شي حاجه، وبقيت كنعوم في ديك البلاصه. والاخ ديالي حتى هو حيد حوايجو وتزاوط ولا تلاح بقى كيعوم حدايا. واحد اللحظه كيقول لي قاس حتى هو شي حاجه برجليه. هاد الحاجه اللي قاسها كيقول ملسه بحال شي حوته. بقينا كنستغربوا وكنقولوا واك ما كاينش حوته كبيره هنايا. وبقينا جالسين في وسط الماء تنعوم. واحد اللحظه حنا خرجنا وبقينا جالسين حتى تقريبا وصل علينا المغرب في ديك البلاصه. فاحنا جبدنا السنانر، وملي كيقول محمد ملي كتكون العشيه وكيوصل المغرب الحوت تيتحرك. طلقنا الصناره وبقينا تنحوتو وحسينا باننا بقينا كنشدو الحوت. وتيقول ديك البلاصه فيها بزاف ديال الانواع ديال الحوت، ولكن ولينا في الاول كنشدو داك الحوت الصغير، كنشدو داك الميلي وداك الباربو، وكنشدو واحد النوع ديال الحوت داير بحال السرديل، ولكن هو حوت ديال الواد. وبقينا جالسين كنصيدو تقريبا ضربات علينا الظلمه. فاحنا اضطرينا اننا خصنا نرجعو، ولكن حسينا باننا كنشدو الحوت بزاف. بقينا جالسين ما سخيناش حتى لواحد اللحظه كنحسو بشي حد كيضربنا بالحجر وفي وسط الماء. بقى كيطيح الحجر في جنبنا في وسط الماء. فنضنا كانت عندي انا بيل، جبت داك البيل ولا بريكه وبقيت كنشعل وكنشوف شكون كيضرب. وبقينا نقول ليه شكون انت اشنو بغيتي. قلنا بانه كان شي واحد تيعرفنا وبغى يضحك معنا. وبقينا شعلنا البيل وكنشوفو، واضطرينا ان نخرجوا من ديك البلاصه التي لا توصف. منطقه فيها القصب وكلها شجر ومغمقه كتخلع، ولكن حنايا ما كناش تنخافوا لحقاش ولفنا هاد البلايص هادو، ولفنا تندورو في الويدان ما عمر ما طرات لنا شي حاجه. حنا بقينا كنخاطبوا شكون انت وحنا خارجين، هزينا حوايجنا وحنا خارجين وكنشوفوا البريكه. فواحد اللحظه كنحسوا شي تخرشيش في وسط الربيع، وضربت البريكه وانا كنلقى واحد المفاجاه في وسط الربيع وفي وسط داك الشجر. كيخرج عندنا كلب كحل وتيوقف قبالتنا وكيبقى يشوف فينا، وكنضرب ليه بريكه في عينيه. تيبانوا لي عينيه بانهم بويض ما فيهمش نقطه ديال السواد. فانا من شفت داك المنظر قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. قالكوا الاخ ديالي تخلع وبغى يهرب وشديته من يديه، وبقينا خارجين غير بشويه. وحنا خارجين دايرين البريكه وخلينا داك الكلب واقف وكندور وكنشعل عليه البريكه وكنلقاه مازال واقف بلاصتو. فواحد اللحظه كنحسو بالحجر تيعاود يضربنا. انا كان شي حاجه في يدي سمحت فيها وجريت الاخ ديالي وبقينا تنجريو حتى خرجنا من ديك المنطقه وخرجنا لواحد البلاصه غير بيست، طريق غير غخله. وهذيك الطريق اللي هي غخله خصنا نضربوا واحد المسافه طويله باش نطلعوا في واحد الجبل ونهبطوا عاد باش غنمشيو للدار. يعني حنا بعدنا على الدار بواحد المسافه تقريبا بواحد 5 كيلومتر. وبقينا كنجريو حتى خرجنا ديك لابيست ديك الطريق، وملي خرجنا لها وبقينا غاديين كنتمشاو غير بشويه وبقينا تنهضروا. وقلت ليه الاخ ديالي بان هادشي راه امر عادي ونقدر تلاقى الكلب في اي بلاصه وهادي باش انه ما يخافش. ولكن المفاجاه اننا هذاك الكلب كنتلاقاوه في وسط الطريق
واقف كيتسنانا وكيشوف فينا. تيقول محمد منين شفتو شديت الاخ ديالي من يديه وبقينا تنجريو انا وياه، كنجريو حتى وصلنا لواحد البلاصه فيها بحال شي غابه صغيره، وحنايا ما بغيناش ندخلوا في وسطها لحقاش خفنا مخلوعين. تفادينا ديك الغابه الصغيره وشدينا واحد الطريق اللي هي واخا تكون طويله ولكن اضطرينا اننا نمشيو فيها لحقاش ما فيها لا شجر لا شي حاجه. وبقينا غاديين حتى لواحد اللحظه كيبان لنا واحد الشخص جالس وحاد راسو، وبقينا كنقربوا عنده بشوي وقلنا الحمد لله باننا لقينا واحد الشخص اللي غيحسنا بالامان. وبقينا تنقربوا عند هذا الشخص هذا، وحنا كنقربوا عنده كنكتشفوا ان هذا الشخص هذا حنا تنقربوا بشوي عنده كنكتشفوا من البعيد بان هذا الشخص هذا مرأة جالسه لابسه كلشي كحل وجالسه فوق واحد الحجره وحاضره راسها. وبقينا كنقربوا عندها حتى وقفنا عليها وقلنا لها السلام عليكم. هاد المرأة هادي هزات راسها وما قالت لناش عليكم السلام، ما قالت لنا حتى شي حاجه، وبقات كتشوف فينا. انا ملي شعلت البريكه وما درتهاش في وجهها وانما درتها غير في جنبي وانا شاعلها باش نضوي شي شويه علينا، كنلاحظ بان هاد المرأة هادي وجهها غريب، عينيها بويض ما فيهمش السواد. الاخ ديالي تخلع وحسيت بانه تيرعش في جنبي، شديته من يديا وبقينا كنجريو انا وياه. وديك المراه بقات كتغوت مورانا كتغوت لينا اجيو وحنا هاربين ومخلوعين. بقينا تنجريو حتى وصلنا لواحد الارض فيها بحال شي بحيره، واحد السيد داير واحد بحال عشا وشاعل شي ضوء داخل. فاحنا خفنا نمشيو عند داك الشخص نلقاو شي واحد اخر شي جن ولا شي حاجه، فمشينا كنجريو عند هذاك الشخص اللي شاعل ديك العافيه وجالس في ديك العشه وهي بحيره بحال العساس على شي بحيره. وقلنا ليه السلام عليكم، قلنا عليكم السلام. حس باننا مخلوعين، حس بينا داك الشخص باننا مخلوعين. قال لنا مالكم؟ قلنا ليه باننا حنا هاربين، راه كنا في الواد اللي هو قريب من هنا وخرج عندنا واحد الكحل كحل وبقاو نضرب، بقينا كنتضربوا بالحجر وحنا هاربين. كنشوفوا ان داك الكلب مازال تابعنا، وتلاقينا لواحد المراه في الطريق وحنا كنعاودوا ليه هاد القصص. قال لنا جلسنا وحسينا بان هذا الراجل هذا ماشي بحال داكشي اللي طالنا في الطريق ولا انه جن، عرفنا بانه شخص عادي. فقال لنا شكون جابكم هاد البلاصه؟ قلنا ليه حنا من المنطقه اللي في جنب الارض ديال فلان، وعاد عرف العائله ديالنا وعرف منين جينا. وقال لنا بان هاد البلاصه بالضبط حتى شي واحد ما تيقرب ليها، لانهم تيقولوا عليها بان هاد المنطقه منطقه مسكونه بالجن. فمنين نبقى تيهضر معنا حسينا بالخوف والخلعه، وعرفنا ان داكشي اللي تلاقيناه هو جن. فبقى كيعاود لينا بزاف ديال القصص على ديك المنطقه خصوصا في داك الواد. وقال لنا بان داك الواد واحد السيد بقى كيعوم فيه وشدو شي شخص من رجليه وبقى شادو وبقى كيتقاتل باش يهرب منه حتى مات في ديك البلاصه. وجاو لقاو داك السيد مايت في ديك البلاصه رغم ان داك السيد كيعرف يعوم. كيعاود لهم هاد السيد اللي حاضر هاد البحيره هادي ولا هاد الجرده ولا شي حاجه شي بستان في ديك المنطقه، تيقول لهم ان واحد السيد شدو شي حد في وسط الماء
وما بغاش يطلقوه حتى مات. وقصص بزاف ضربات على ديك المنطقة بأنها فيها الجن. وهنا هاد جوج ديال الإخوة عرفوا أنهم تلقاو ولا مشاو لمنطقة مسكونة بالجن، وهنا كتسال هاد القصة هادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.